هذه هي الكيكه اللي درت للعيد، وعييت نشوف كي ندير لها المونتاج بليله قبل ساعه. للاسف ما قدنيش الوقت، ودابا غنتقاسمها معكم. درت فيها 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال السكر حبيبات ما يعادل 150 غرام، قبيصه د الملحه، وغادي نسم بالفاني. تقدروا ديروا غير خنيشه د الفاني، نقيطه ديال روح اللوز او مذاق اللوز، كيعطي مذاق زوين لهاد الكيكه هذه. خلطوا مزيان السكر مع البيض حتى ينسجم الخليط. غنزيد كاس ديال الزيت ما يعادل 140 غرام، وغادي نزيد 150 مليلتر ديال الحليب كاس. نخلط مزيان، ضروري تخلطوا مزيان في كل مرحله. هذه اختياريه. غندير نص كاس ديال اللوز وجوج كيسان ونص ديال الدقيق. الا ما بغيتوش ديروا اللوز ديروا 3 كيسان ديال الدقيق. وغندير خماره ديال الحلويات 14 غرام. انا هذه كانت فيها 11 غرام، درت وحده ونص. وهنايا المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندخلها الفران اللي مسخن على 180 درجه. غادي نخليها لمده 35 دقيقه، وغادي ندير هنا التعليكه باش نعطي الحلوى واحد الشكل يكون زوين. درت 100 غرام د الزبده ذوبتها، 100 غرام ديال السكر حبيبات كنديروها كيذوب واحد شويه، وغندير 2 معالق كبار عامرين ما يعادل 100 غرام ديال الجلوكوز. هذا ما كيخليش السكر منين تبرد الكيكه يقصح، يعني كتبقى معلكه هذيك التعليكه. وغادي ندير واحد 150 غرام ديال اللوز افيلي، كما تقدروا ديروا غير طريفه اللوز عاديين، ولا ديروا هكا غير كركاع ولا اللي عندكم. درت واحد النقيطه ديال مذاق اللوز كيعزز المذاق. الكيكه هنا خدات معايا تقريبا واحد 35 دقيقه تحمرات. كنخرجها وكندير عليها هذيك التعليكه اللي علكت ديال اللوز. كما كتشوفوا خليته شويه بيض حيت غيعاود يدخل الفران، وغادي ندخلها تقريبا كتاخذ واحد 15 دقيقه. هنايا باتت لانني كنت صورتها وانا كنوجد الطبيله ديال الفطور ديالي، والشكل ديالها هو هذا. نتمنى تعجبكم.